forever. It was 3 days. السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من اليو اس بوكس اوفيس. وفي حلقة النهاردة هقدم لحضراتكم ترتيب أفضل 10 أفلام حققت إيرادات في السينمات الأمريكية والعالمية، وبالتحديد في تاني أسبوع من شهر ديسمبر لسنة 2024. وهوضح لكم كمان ميزانية وأرباح وتقييم كل فيلم. فمن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. وهنبدأ قائمتنا بالمركز العاشر بفيلم الجريمة الجديد ذا اوردر، واللي جاي بتصنيف جريمة دراما وإثارة. والفيلم حصل على تقييمات 7.2 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 966 صوت، وحصل على 90% من تقييم الجمهور وعلى 89% من تقييم النقاد. والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في أول أسبوع عرض ليه $1,230,000. We want you to join us on a mission, putting words into action. Will you stand up and fight to survive? Does terrorist group yours have a name? In the book they're called The Order. وفي المركز التاسع جه فيلم الفانتازيا The Best Christmas Pageant Ever، واللي جاي بتصنيف مغامرة كوميديا وفانتازيا. والفيلم حصل على تقييمات 7.3 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 2100 صوت، وحصل على 98% من تقييم الجمهور وعلى 89% من تقييم النقاد. ووصل ميزانية إنتاج الفيلم ل$10 مليون. والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في 5 أسابيع عرض $34,635,000. What do you all suggest, that I kick the Herdmans out of the church? Yes. I want to be Mary, and Ralph wants to be Joe. And the angel of the Lord? وفي المركز الثامن جه فيلم الرعب الجديد Y2K، واللي جاي بتصنيف كوميديا رعب وخيال علمي. والفيلم حصل على تقييمات 5.2 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 1600 صوت، وحصل على 50% من تقييم الجمهور وعلى 43% من تقييم النقاد. والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في أول أسبوع عرض ليه $2,113,000. It's cool that we got to hang out for once. أما المركز السابع فجه فيلم الأنيميشن الياباني سولو ليفلينج، واللي جاي بتصنيف أنيميشن أكشن ومغامرة. والفيلم حصل على تقييمات 8.4 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 762 صوت، وحصل على 95% من تقييم الجمهور. والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في أول أسبوع عرض ليه $4,100,000. 持ち合わせているだろうか。彼は必ず生きて出てくる。どうやら自分が何者か分かっていないようだ。これで3回目。あなた、永久じゃないでしょ。ただの兵士じゃ拉致が開かない。もっと強い戦力が必要。أما في المركز السادس فجه فيلم الخيال العلمي المعاد عرضه في السينمات انترستيلر، والفيلم جاي بتصنيف مغامرة دراما وخيال علمي. والفيلم حصل على تقييمات 8.7 على موقع IMDb، وحصل على 86% من تقييم الجمهور وعلى 73% من تقييم النقاد. والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في أول أسبوع عرض ليه $31,355,000. You might have to decide between seeing your children again and the future of the human race. We'll find a way. أما المركز الخامس فجه فيلم الأكشن ريد 1، واللي جاي بتصنيف أكشن مغامرة كوميديا وفانتازيا. والفيلم حصل على تقييمات 6.8 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 39,000 صوت، وحصل على 89% من تقييم الجمهور وعلى 32% من تقييم النقاد. ووصل ميزانية إنتاج الفيلم ل$250 مليون، والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا
في 4 أسابيع عرض 163 مليون و985 ألف دولار. Let's save Christmas. Say it. I'm not gonna say that. وفي المركز الرابع جه فيلم الأكشن الهندي الجديد بوشبا بارت 2، واللي جاي بتصنيف أكشن جريمة ودراما. والفيلم حصل على تقييمات 6.8 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 19,000 صوت، وحصل على 77% من تقييم الجمهور. والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في أول أسبوع عرض ليه 9 مليون و300 ألف دولار. Fire كده. Wild fire. أما المركز الثالث فجه فيلم الأكشن جلاديتور 2، واللي جاي بتصنيف أكشن مغامرة ودراما. والفيلم حصل على تقييمات 6.9 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 96,000 صوت، وحصل على 84% من تقييم الجمهور وعلى 71% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 250 مليون دولار. والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في 3 أسابيع عرض 368 مليون و442 ألف دولار. Empires fall, so do emperors. This is war! Real war! وفي المركز الثاني جه فيلم الفانتازيا ويكد، واللي جاي بتصنيف فانتازيا موسيقى ورومانسي. والفيلم حصل على تقييمات 8.1 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 52,000 صوت، وحصل على 97% من تقييم الجمهور وعلى 90% من تقييم النقاد. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 150 مليون دولار. والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في 3 أسابيع عرض 455 مليون و551 ألف دولار. Don't be afraid. It's the wizard who should be afraid of me. The wizard that there is. أما في المركز الأول والفيلم اللي مازال متصدر شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثاني ليه فيلم الأنيميشن موانا 2، واللي جاي بتصنيف مغامرة أنيميشن كوميديا وفانتازيا. والفيلم حصل على تقييمات 7.1 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 30,000 صوت، وحصل على 87% من تقييم الجمهور وعلى 65% من تقييم النقاد. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 150 مليون دولار. والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في أسبوعين عرض 600 مليون و39 ألف دولار. You guys, we got this. Bring it on, Coco. Nuts. وبكده خلصت حلقتنا عن آخر أخبار أفلام البوكس أوفيس، فبتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ومستني دعمكم ليا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.